صباح الخير يا شربات. نعم، عاوزة ايه؟ مفيش حاجة يا خالتي، لكن أمي بتسلم عليكي وبتقولك مش هنتقل عليكي النهاردة. هي بس عايزة نص ليمونة وشوية ملح وحبة كزبرة وحبة ملوخية ناشفة وشوية كمون، وبالمرة كمان اهدى كله اهدى كله، بسم الله ما شاء الله. وقدرت امك تحفظك الموال ده ازاي؟ لا، ما هو أنا ماما بتمليني وأقوم أنا أكتب اللي عايزاه من كل شقة. يعني مثلا هناخد من خالتي المساعدية شوية سكر وباكو شاي وشوية رز وعليهم الشعرية وبصلتين وفصين توم وشوية خل وبس. يا اختي النبي حرصك يا شربات، لو كنت بتحفظي دروسك بالشكل ده كنت طلعتي الاولى في المدرسة. لا، ما أنا شاطرة برضو في المدرسة. وطبعا قلت لام سعدية امي بتسلم عليكي وبتقولك وترصي الكلام وانت كده واقفة مؤدبة. طبعا، ما هو الأدب فضلوه عن العلم. طب يا اختي مادام انت فالحة كده ما تقولي لامك ولابوكي بدل ما تطلبوا الطلبات دي كلها من الجيران، روحي انزلي اشتري من السوق على طول. لا، ما هو بابا بيقول النبي وصى على 7 جار والجار للجار. طب يا اختي ما اذا كان ابوكي عارف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى على 7 جار، طب ما يرحم الجار الاولاني والتاني والتالت من الطلبات اللي نازلة ترف علينا كل يوم. بابا بيقول انه بيطلب منكم مخصوص علشان ربنا يديكوا ثواب ويدخلكوا الجنة. طب قولي لابوكي ولامك النبي وصى على 7 جار، واحنا النهارده باذن الله هنيجي نزوركم نطمن عليه. طب مش هتديني الطلبات اللي طلبتها؟ بكره ان شاء الله. مع السلامه والقلب دعيلك. يا ساتر، جيران اخر زمن. اما صحيح جيران ما يعرفوش قيمه الجار، دول يحمدوا ربنا اللي انا ساكن في البيت ده معاهم. انا مقامي اكبر من كده. مقامك ايه يا اخويا؟ يا اخويا كفايه هم بقى وفوق لنفسك. مين؟ البت يا كبدي وشها بقى اسود من كتر الكسوف. هي مش الجيران لبعضيها ولا ايه يا ام شربات؟ خلاص انتهت المساله. مفيش ملوه، مفيش شهامه، مفيش جدعنه. يا خساره يا ولاد، يا خساره والف خساره. ده كان على ايام جدي الله يرحمه الحاج خليل الطواحيني. يوه، يبشبش الطوبه اللي تحت دماغه والعمر ليكي. عمرنا يا مشربات ما كان عنده في البيت ابدا. عمرنا اول ما نهل عليه ياخدنا على طول على ايها بيت في البلد ونقعد فيه ضيوف معززين مكرمين اكلين شاربين نايمين يا عيني. ولا ابويا الله يرحمه يبشبش الطوبه. الله يرحمه ويحسن اليه. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك. بقول لك ايه يا اخويا، احنا بقى في النهارده